بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أشرح بعض الأمور التي تعلقت بسحب التفويض الأخير. منذ بداية هذا المجلس أنا شخصيا مصطفى جياف النائب السادس لرئيس مقاطعة يعقوب المنصور لم يسبق لي على الإطلاق أن توصلت بأي تفويض كيفما كان نوعه، لا سواء التفويض المتعلق بالمهام أو التفويض المتعلق بالتفويض في الحالة المدنية. وعلى إثر مجموعة من الأحداث اللي كان من ضمنها أن رئيس مقاطعة يعقوب المنصور وفي مناقشة عادية حول هذه التفويضات كان صرح بالحرف وقال: أقسم بالله أنكم لن تتسلموا التفويض ديال الحالة المدنية. من هنا بدأ واحد النوع ديال الصراع. أنا شخصيا لا أعتبره صراعا، باعتبار أنني أقدم مهامي في مجلس مقاطعة يعقوب المنصور بشكل مستمر، تواجدي مستمر مع ساكنة مقاطعة يعقوب المنصور، حضوري باستمرار في اجتماعات المكتب ديال مجلس مقاطعة يعقوب المنصور، وحضوري باستمرار في الدورات، إلى أن فوجئت مؤخرا وسمعت، أي بمعنى بلغ إلى علمي، أن بعض النواب توصلوا بتفويضاتهم. ومن باب المعرفة بالأشياء جات مبادرة من عندي واتصلت ببعض الإخوان اللي هما نواب كذلك في المكتب، اللي قالوا لي على أنهم فعلا توصلوا بالتفويض من قبل مؤسسة الرئاسة. في هذه الحالة وبالضبط في تاريخ 22/6/2016 توجهت مباشرة إلى مجلس مقاطعة يعقوب المنصور ودخلت للإدارة وقلت لهم إلا كان التفويض ديالي عطيوه لي. بطبيعة الحال في هذا الوقيته فاش توصلت بالتفويض نهار 22 يونيو 2016 توصلت بتفويض ديال إنعاش الثقافة وتوصلت بالتفويض ديال الحالة المدنية، وبالمناسبة توصلت حتى بالطابع الذي يحمل اسمي وصفتي باللغة العربية والفرنسية. مباشرة بعد ذلك نهار 23 يونيو 2016 توصلت برسالة لقيتها متواجدة في صندوق البريد اللي عندي في المنزل. لما فتحتها كنقرا الرسالة كنلقاها على أنها مؤرخة نهار 22/6/2016، وأن المضمون ديالها هو إلغاء القرارين اللي توصلت بهم نهار 22 يونيو 2016 على الساعة 1. وأنا تعمدت أنه في الورقة اللي وقعت عليها أنني نقول على أنني توصلت على الساعة 1. ثم بعد ذلك نهار 27/6/2016 توصلت برسالة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وهي رسالة اللي فيها سحب التفويضات ديالي. إذن كيتبين على أنه توصلت الآن بالسحب بشكل قانوني، وهذه هي المسطرة القانونية، لأن سحب التفويض مادام تم عن الطريق القانوني اللي هو البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، خص حتى منح التفويض يجب أن يكون بنفس الطريقة. أنا لم يستدعيني أي أحد كيفما كان نوعه، لا سواء رئاسة أو مكتب، أو توصلت بأي رسالة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، أو عن طريق مفوض قضائي اللي كتعطيني التفويض. هذا الأمر كان عنده أسباب. بطبيعة الحال كان مجموعة ديال الدورات اللي كانت في مجلس الجماعي لمدينة الرباط، وخديت فيها مجموعة من المداخلات حول التدبير المختل أو حول الخروقات أو الانزلاقات اللي كاينة على مستوى المجلس الجماعي لمدينة الرباط، وكاينة كذلك في مجلس مقاطعة يعقوب المنصور. وكنت دائما أحاول إبداء وجهة نظري كما أراها من الناحية القانونية والتي تصب في مصلحة الساكنة. هذه المداخلات في اعتقادي أنها كانت لا ترق بعض الأشخاص، وبالتالي أصبح مصطفى الجياف يشكل عقبة بالنسبة لهذا الناس، مما اضطرهم
إلى أنهم يسحبوا لي هذا التفويض حتى لا أكون قريبا من المواطنين. شنو يمكن أن نستنتج من هذا الأمر؟ نستنتج على أن حزب العدالة والتنمية اللي كيسير مجلس مقاطعة يعقوب المنصور يمارس التحكم ويمارس الإقصاء الممنهج، ويحاول محاربة الطاقات الشابة الكفءة اللي عندها غاية واحدة وعندها هدف واحد، هو خدمة ساكنة مقاطعة يعقوب المنصور. وقيل مجموعة من الدعايات أن الأستاذ مصطفى جياف كان باغي مكتب مجهز أو شيء من هذا القبيل. لم يسبق على الإطلاق أنني قلت لشي مسؤول أو رئيس أو أي مستشار كيفما كان نوعه أنني أود البحث عن أي مكتب، لكون أن الأمر ببساطة أنا محامي وأتوفر على مكتبي، وليست لدي عقدة مكتب أو كرسي أو شيء من هذا القبيل. ثم أنه الحمد لله نحن قريبين من ساكنة مقاطعة يعقوب المنصور، ونحن حريصون كل الحرص أننا نكون متواجدين مع الشباب ديال يعقوب المنصور ونكونوا في تواصل دائم معهم. وأنا بطبيعتي جميع الأنشطة اللي كنقوم بها في يعقوب المنصور أو في مدينة الرباط أو على الصعيد الوطني أنشرها في الفيسبوك، وتلقى دعما أو تعاطفا من قبل مجموعة من الإخوان ومجموعة ديال الأصدقاء. أعتقد أن هذا أمر شكل بالنسبة إليهم عقبة، وبالتالي حاولوا أنهم يحاربونا. ولكن المشكل ليس مشكل مصطفى جياف فقط، كانت قبل منها مجموعة من الأحداث. الحدث الأول هو أن مؤسسة الرئيس قامت بتنقيل ملحقة إدارية من مكان إلى مكان لا لشيء، دون إذن ودون استشارة ودون الحديث. احنا هذا كنقولوا اختصاص ديال الرئيس، ولكن على الأقل أن الحق في المعلومات تكون عند نواب الرئيس. وهذا تنقيل ملحقة إدارية من مكان إلى مكان كان القصد منه إقصاء مستشار هو ينتمي إلى نفس الحزب الذي أنتمي إليه. بعد مرور شهر بعد ذلك تقريبا قام الرئيس مباشرة بإرسال رسالة أخرى إلى مستشار ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية يتهم فيه أنه قام بتنقيل عتاد مكتبي، علما أن الرئيس لا يتوفر على أي حجة أو أي دليل يمكن إثبات هذه الوقائع. هنا كيتبين على أن الرئاسة ديال مجلس مقاطعة يعقوب المنصور الهدف ديالها هو الإقصاء، هو القضاء على المنافسين ديالهم، خصوصا وأننا في هذه السنة هي سنة انتخابية بامتياز. أنا أقول الحجة والقرينة هي الفيصل في هذا الأمر. أنا أعترف وكنقولها صراحة أنه توصلت بالسحب، وهو فيه هنا 23 يونيو 2016. فأتساءل فين هو ما يفيد أنني توصلت بالقرار في 2015 أو 2016 أو كما يزعمون أنني توصلت به هذه 7 أشهر. لم أتوصل به على الإطلاق، بالعكس أقول أنني توصلت بناء على أنه غير بلغ إلى علمي يوم 22 يونيو 2016. ما عدا ذلك فهو كذب، هو بهتان، هو تزييف للحقائق.